ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة كروشيه توتو. اتمنى ان انتوا تكونوا بخير. النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نعمل الغرز الاساسية في الكروشيه. مش هنتعلم كل الغرز النهاردة بس هنتعلم نعمل عقدة البداية ونعمل العمود بلفة. الفيديو ده مخصص للناس المبتدئة. انا عملت فيديوهات كده في بلاي ليست اسمها تعلم الكروشيه من الصفر حتى الاحتراف، ولكن حسيت شوية ان الفيديوهات دي ما كانتش كافية للناس اللي هي تتعلم منها الغرز فعلا. تمام، وحاسة ان هي سريعة ومش موضحة قوي. فالنهاردة ان شاء الله هنتعلم مع بعض كده ازاي نعمل غرزة العمود بلفة، وازاي نعمل اساسا عقدة البداية، ونمسك الإبرة ازاي ونمسك الخيط ازاي. تمام. مش عارفة طريقة التصوير كده في الفيو دوت كويسة ولا لأ، ولا انتوا حاسين ان الدنيا كده دوشة وفي دربكة في المكان وعايزين اكتر يكون متركز على الخيط والإبرة وبس، ولا ايه بالظبط؟ فياريت تكتبولي في الكومنتس لو كان طريقة التصوير دي معجبتكوش. اولا هنستخدم مع بعض إبرة مقاس 3.5 زي ما انتوا شايفين، وده مش شرط اساسي. اي حد عنده اي ابره، سواء كانت الابر الالومنيوم العاديه خالص استخدميها وابدأي بيها وعادي. كمان انا هستخدم عندي بواقي خيط، مش بواقي خيط بالظبط، هو كان خيط مستخدم، خيط مستعمل. انا كنت مستعملاه في حاجه والحاجه ديت بقت صغيره عليا ففكتها. وانا بحب دايما استخدم الخيط المستعمل عادي جدا. ده خيط هيمالايا. زمان قوي، كان ايام ما كانت شلة الخيط الهيمالايا ب16 جنيه، كنت جايباه من زمان قوي يعني. ماشي. و... والخيط ده اكليريك وكويس جدا وهنستخدمه. ماشي. اي خيط برضو عندك استخدميه، مفيش اي مشكلة. اول حاجة هنتعلم ازاي نمسك الابرة والخيط. انا ليفت هاندد، يعني بكتب بايديا الشمال وبتعامل كل حياتي بايديا الشمال. فلو في حد زيي ما يقلقش خالص، هيعرف يتعلم كروشيه. ومحدش يقتنع ان الناس اللي بيكتبوا بايديهم الشمال او حياتهم كلها بايديهم الشمال مش هيعرفوا يتعلموا كروشيه. ده كلام مش صح، لان الكلام ده اتقال لي وانا صغيره، ولكن ده كلام مش صحيح خالص. الحمد لله اتعلمت الكروشيه، ومش بس اتعلمته، الحمد لله احترفت الكروشيه وبقيت اعمل حاجات كويسه جدا تمام. ومش بس حاجات ليا، حاجات لناس تانيين والكلام ده كله. فالمهم يعني دلوقتي تمام. اول حاجة هتلفي الخيط على الصبع اللي هو صباع اللي هو السبابة. ماشي، بالشكل دوت. تمام، تقريبا اسمه السبابة ولا ايه؟ ماشي. تاني حاجة الإبرة بتاعتي هتبقى تحت الخيط بالشكل دوت. الطرف الصغير دوت زي ما انتوا شايفين بلفه ورا الطرف الطويل. ماشي، خلاص، بحيث ان احنا بنعمل زي دايرة صغيرة كده. من تاني اهوت الابرة انا حطيتها تحت الخيط اهوت بالشكل ده. شوفوا الطرف الصغير ده بنلفه من الناحية التانية كده زي ما انتوا شايفين اهو. ماشي، بصوا بصوا اقرب لكم كده عشان تشوفوا اكتر اهوت. هل كده اتعملت عقدة البداية؟ لا طبعا، لازم الف الخيط على الابرة واطلع من الفتحة اللي ظهرت معايا دي. فكده انا عملت عقدة البداية. خلاص كده الخيط بتاعي ما يفكش. تمام. دي العقدة اللي ببدأ بيها شغلي. أي شغل في الدنيا أيا كان هو ايه، لازم بعمل له عقدة البداية. بصوا أنا لو شدتها كده اتفكت خلاص. ماشي. طب أنا ممكن أعملها بإيديا؟ ممكن نعملها بإيديكي. بصوا زي ما انتوا شايفين اهو، بتعملي زي دايرة كده بتقفليها انتي بإيديكي كده عادي، وبتدخلي الطرف الطويل جوه الدايرة ديت وبتسحبيها. ماشي. ادخله من تاني. انا بحاول اوضح لكم الموضوع بابسط طريقة ممكنة بس، وتشدي الخيط عادي جدا وخلاص كده اتعملت عقدة البداية. ازاي بقى هنطلع بعدد كده من السلاسل، عدد عشوائي. هنتعلم دلوقتي نطلع بعدد من السلاسل. ماشي. عشان نطلع بسلسلة بنلف الخيط على الإبرة وبنبدأ نطلع من الفتحة ديت. بنلف الخيط على الإبرة بكل سهولة وبنطلع من الفتحة دي. طبعا في البداية الموضوع مش هيكون سهل، لكن مع التدريب الموضوع هيبقى أبسط من البساطة. بجد الموضوع بسيط جدا جدا جدا. ماشي.
بصوا هتلاحظوا كده ان السلاسل شكلها مش شبه بعض شويه، مش عارفه انتم ملاحظين ولا ايه، بس ده عشان الخيط شويه ايه، زي ما انتم ملاحظين، والخيط مبروم، يعني مش مفروض فرده كويسه لانه كان خيط مستخدم. ماشي، احنا طلعنا كده ب3 سلاسل، فعايزين نعمل كمان سلسله كمان. ماشي، نعمل عدد عشوائي، يعني احنا مش ملتزمين بحاجه معينه. خلاص، اعملي زي ما انتي عايزه عدد عشوائي من السلاسل بحيث كتدريب ليكي. خلاص، بصوا بوريكم كده السلاسل. انا دلوقتي عايزه اوريكم ازاي تعدوا السلاسل، يعني ايه تعرفي انت عملتي كام سلسله، تعديها ازاي. بصي السبعه اللي انتوا شايفينها دي، بصوا السبعات دي، السبعه ديت بتمثل سلسله، بتمثل كده انت عملتي سلسله. يبقى كده 1 2 3 4. ماشي، 4 وفي فوق واحده 5، كده احنا عملنا 5 سلاسل اهو. 1 2 3 4 5. ماشي، انا كنت بس عايزه اعرفكم ازاي تعدوا السلاسل، مش اكتر من كده. طيب دلوقتي احنا اتعلمنا عقدة البداية، وتعلمنا كمان السلسلة، فهنتعلم ازاي نعمل العمود بلفة. فعشان نعمل العمود بلفة هنسيب اول سلسلتين مش هنشتغل فيهم حاجة خالص، وهنبدأ من السلسلة التالتة. ماشي تمام، المفروض هندخل في السلسلة التانية. طب ليه بندخل في السلسلة التانية؟ ده سؤال مهم جدا ممكن يتسأل. طيب احنا بنسيب اول سلسلتين او بنسيب اول 3 سلاسل لانهم دول هم اللي بيعملوا لي الارتفاع بتاع العمود بتاعي، هم اللي بيدوني الشكل بتاع العمود. يعني ايه الارتفاع بتاعه؟ هتشوفوها دلوقتي. لو انتي سبتي سلسلة واحدة هتلاقي الارتفاع بتاع العمود بتاعك قصير شوية، لو سبتي سلسلتين هتلاقي العمود بتاعك ارتفاعه متوسط، لو سبتي 3 هتلاقي العمود بتاعك ارتفاعه كويس جدا. تمام، فعلى حسب انتي عايزة ارتفاع الشغل بتاعك يكون قد ايه، وده هتفهميه اكتر لما تتعلمي تشتغلي حاجات كبيرة. ماشي، مفارش او هدوم مثلا او كده، هتعرفي تفرقي كويس قوي ما بين العمود اللي ارتفاعه كبير والعمود اللي ارتفاعه قصير. ماشي، فاحنا زي ما قلنا بنلف الخيط على الابره وبنبدا ندخل في السلسله الثالثه. بندخل فين في السلسله الثالثه؟ في نص السلسله الثالثه، ولا في الطرف العلوي بتاعها ولا في الطرف السفلي، في النص كده. ماشي تمام، خلاص زي ما انتوا شايفين اهوت. احنا بقى عندنا على الابره بتاعتنا عندنا اللفه، وعندنا كمان ايه السلسلة اللي احنا دخلنا فيها. ماشي، زي ما انتوا شايفين اهو بالمنظر ده. بعد كده هنسحب الخيط ونطلع بيه، فبقى عندنا كام لفة على الخيط على الإبرة؟ بقى عندنا 3 لفات على الإبرة زي ما انتوا شايفين، 1 2 3. طيب هنلف الخيط لفة كمان وهنطلع من أول 2. ماشي، بعد كده هنلف الخيط لفة كمان ونطلع من تاني 2. مش انا بطيئة شوية جدا وبشرح بالتفصيل عشان انا عارفة ان في ناس مش عارفة الكلام ده خالص. تمام، لكن اللي عارف تمام، يعني الفيديو ده مش ليك اساسا، اللي عارف ده زي الفل. ماشي، احنا هنعمل برضو عدد كده من العمود بلفة مع بعض عشان نتعلم اكتر. زي ما انتوا شايفين بنلف الخيط على الابرة وبندخل في قلب السلسلة، بنسحب الخيط، بيبقى عندنا 3 لفات، بنطلع من اول 2، بعد كده بنطلع من تاني 2. نفس النظام في السلسلة اللي بعد كده. احنا عملنا كده 3 عواميد بلفة. ماشي تمام، هندخل في السلسلة اللي بعد كده. ماشي تمام، بعد كده هنطلع من اول 2، بعد كده هنطلع من تاني 2. عايزه اقول لكم اللي اول 2 سلسله بيتحسبوا معايا بعد كده لما باجي اعد، بيتحسبوا معايا كانهم عمود بلفه، بيتحسبوا معايا كانهم عمود عادي. خلاص، ده في العد بتاعي الطبيعي لما باجي اشتغل اي حاجه. بنقولك اول 2 عمود بلفه دول، اول سلسلتين بيتحسبوا معاكي عمود بلفه. ماشي، اهم الاتنين الاولانيين حتى لو بصيت على شكلهم هتحسيهم شبه العمود بلفة. خلاص تمام، اتمنى يكون الموضوع واضح. اتمنى لو في حاجة مش واضحة في اللي انا قلته يا ريت تبقوا توضحوا لي تحت في الكومنتس، وان شاء الله نعمل له فيديو لوحده باذن الله يعني. ماشي، هسيبكم كده مع شوية عواميد بلفة بعملهم، فاتفرجوا عليهم بقى.
اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان تتابعوا كل جديدة بنزله فيها.